صلي على النبي، صلي على النبي. بقول لك ايه امال؟ اوعى تموت قبل ما تموتني. اهو 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 اهو. خد خد خد. يا رب يا رب اشفي يا رب بحق جاه النبي عشان خاطري. لكن انت عايز تموت ليه؟ والله يابا الدنيا مغلسه معايا. مش جايز تحلو بعدين؟ لا ما افتكرش، ده مطينه خالص. وتفتكر الموت يعني هيفيدك بحاجه؟ جدا، ما عندكش فكره. مش يمكن تكون غلطان؟ براوة يا ابني، انت مش عايز تشتغل ولا ايه؟ يا ابني انت صعبان عليا. صعبان عليك؟ خلاص بعد ما تموتني ابقى عيط. طب بقول لك ايه، انا عندي فكره. انت باين عليك مش عايز تشتغل وبتتلكك على اي حاجه. ايه رايك لو ندبر لك موته كده وكده زي بتوع السيما؟ نعم يا اخويا. انا هنفذ لك كل اللي انت عايزه، وهصور للعالم انك انت اللي موتت نفسك، وهخبيك عندي لحد ما تتفرج على الدنيا هيحصل ايه فيها بعد موتك. ان طلع الموت في مصلحتك تخلص عليا يا عدل، وان طلع مش في مصلحتك على مهلك يابا. على مهلنا. واحدة واحدة. الشويش الشويش. شو شو لا 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 لا، تعال اقلع الجاكيتة وارميها هنا، واقلع لا مؤاخذة الجزمة وطوع فردة هنا وفردة هنا، واخلع لا مؤاخذة من نافوخي واستنظرني مطرح ما قلت لك. ايه ماشي بس ما تتأخرش عليا. لا ما تخافش، ما تخاف. يا حلاق يا حلاق، بسرعة يا بوليس، يا شويش، يا عالم، يا امين، يا بوليس الحقوني. ايه في ايه؟ اعمل لك دوشه ليه كده؟ ما روحوا في الميه. حاولت احوشه بقدر الامكان، زقني وغطس ما قبش. الو هل تسمعني؟ هل تسمعوا؟ حاول. انتحار شاب في ظروف غامضة، الشرطة وجدت بطاقته وتبينت شخصيته. يا حرام يا خصوصي، يا حرام يا خصوصي، أنا السبب يا ماما. خصوصي موت نفسه عشان بيحبني. تسمحي لي يا بلبل، انت غلطانه جدا. ازاي بقى؟ خصوصي ما موتش نفسه عشان بيحبك ولا حاجه. ما يصحش اقول الكلام ده لكن هقوله بقى. خصوصي انتحر عشان حرامي مختلس. انا اكتشفت انه اختلس مبالغ كبيره جدا من الشركه، ولما هددته انه هبلغ عنه او يرجع الفلوس ملقاش بقى مفر انه يهرب مني ومن السجن غير انه يعمل عملته دي. شفتي بقى يا ام قلب رهيف، اتاريه كان جاي يخطبك عشان يطرمخ على السرقه. انت متأكد من اللي بتقوله ده يا سامي؟ طبعا الجواب ده كاتبه على المكنه صحيح، لكن ماضيه بخط ايده وموجه ليك. اقري. عزيزتي نبيلة، أرجو أن تعذريني، فقد أغراني الشيطان وامتدت يدي إلى أموالك في الشركة. الجواب ده إذا سمحت تديه للبوليس لما يسألوك في التحقيق، وأنا بقى هبقى مضطر أقدم لهم المستندات اللي بتثبت إنه مختلس. وانا هشهد بالحق على اهل ابوك كلهم. اخفى عليك يا خصوصي، مع إنه صعب عليا لما طردناه، وكنت هبعت أراضيه عشان أرجعه الشغل تاني. اسمع يا اخويا، أنت متأكدة إن أنت الآنسة نبيلة؟ أمال مين يا فندم؟ ما هي البطاقة مع حضرتك أهي. وافرضي، بس هي دي طريقتي. أنا بشك في كل حاجة وأحب أتأكد من كل حاجة. يا سلام، ما شاء الله ما شاء الله على الذكاء يا سعادة اللواء. وعشان كده يا أستاذ سامي أنا بشك فيك. في أنا يا فندم؟ المستندات اللي أنت جايبها دي اللي تثبت إن خصوصي مختلس عبارة عن فواتير صادرة خلال سنة بحالها. طب كنت فين طول الوقت ده؟ ما رجعتهاش ليه؟ تسمح لي أنا اللي أجاوب على البتاع ده؟ أصل خصوصي ابن عمي، وعشان كده سامي ما كانش بيشك فيه، ولما الآخر ابتدى يتنبه له أنا كنت دايما بقول له لا مش معقول. طب
يظهر ان الثقه الكبيره قوي في الاستاذ سامي. جدا، لأن المرحوم بابا كمان كان بيثق فيه. بس لو سمحت من فضلك هو اللي يجاوب على الاسئله بعد كده. هو انا متهم بحاجه يا سياده الرائد؟ عقيد. لا بس في حاجه مش فاهمها. ازاي خصوصي يبقى مختلس المبالغ دي كلها ومع ذلك مات فقير وبيته فقير وما لقيناش حيلته ولا مليم؟ والله عندك حق، بس يجوز مخبي فلوسه في حته، ويجوز كمان ان هو مهرب فلوسه للخارج يا سياده النقيب. عقيد. ومع ذلك فحضرتك يا اللي ما انتش مختلس عندك عربيه وبيت شيك وليك رصيد في البنك. إلا دي بقى يا حضرة الضابط، سامي في الأصل من عيلة كبيرة وارث عن أهله، وبعدين الشركة بتديله مكافآت كتيرة. وده طبعا عشان اخلاصه وامانته. طبعا. طب متشكرين قوي، التحقيق انتهى. بصراحه اسئله سعادتك دي يا سياده اللواء ما تزعلش مني، ها؟ ده مجرد اجراءات روتين. بس انا فهمتك، انا بشك في كل حاجه واحب اتاكد من كل حاجه. وقد انتهى التحقيق إلى أنه انتحر بسبب الاختلاس، وقدم سكرتير الشركة اعتراف كامل بتوقيع المنتحر. شايف؟ ده سامي عز أصحابي، شفت بيعمل فيه إيه؟ تعيش في الكوحة يا معلم. جالك كلامي بقى، يعني لو استعجلت وموتك كان زمانك رحت أونت. أنا لازم أصحى له تاني وأطلع له زي العفريت. بس لو ظهر انك عايش البوليس هيحبسك بتهمة اختلاس، وحلني بقى على ما يبان لك اصحاب. يعني يا إما أفضل ميت يا إما أخش السجن. طيب ما بقاش خصوصي ابن ام خصوصي، اما طلعت البال على جدتك يا سامي يا ابن ام سامي. ألف مبروك يا عريس. الله يبارك فيك. كل عملياتنا القديمة اتلزقت في خصوصي. انا مش قلت لك هتحلو وهنتنغنغ؟ أو الشركة وصاحبة الشركة بقوا في جيبك يا عم. عايزين نتفاهم بقى على العمليات الجديدة. هو لسه في عمليات جديدة؟ الله أمال هو أنا هسيبك؟ ده احنا بينا وبين بعض عمليات كبيرة قوي. يا قد احفظي عليك، عيني الحسود فيها عود. ألف مبروك يا بلبل. ميرسي عقبالك. عن اذنكم بقى في خطيبتي. من حقك يا عريس. ده اسعد يوم في حياتي. وأنا كمان. يلا يا عريس عشان تلبس عروستك الشبكة. الشبكة ايه؟ حلوة البتاعة دي. حلوة قوي يا سامي، مبروك عليا أنا. الله يبارك فيك. ايه ده فيه؟ قلنا منيح نحل بحلوها منيح كلها. لا منيح. يمكن نمرة بيقدموها؟ اللي هيتحرك هينطخ بالنار. فاهم ولا مش فاهم؟ اللي لاد الفرح ده هيتطردق على دماغ اللي فيه. هو ايه يا اختي ده؟ اسكت يا وليه يا حربايه، ليك حساب بعدين. ايه يا جدع انت؟ ايه حكايتك؟ ايه في ايه؟ مين؟ عريس الهنا؟ ايوه انا عريس الهنا. انت مين؟ انا اللي هتربجها على دماغ اللي جابتك. انا الخت خليفة الخط. نعم اخويا. بقول لك انا الخت قتال القتلة خليفة الخط الكبير. انا ولد عم العروسة. ابن عمي ده إيه؟ ده أنت ابن عمي ولا أعرفك؟ انا ولد عمك غصب عنك وعن اللي جابتك. ايه راحت فين؟ ايوه عن اللي جابتك دي. انا الخت اخو المرحوم خصوصي، ومعايا كمان دليل الاثبات. ها؟ ايه يا جدع انت؟ ده ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه ده؟ اتفرجوا يا رجاله، انا معايا التحقيق الشخصيه، صرت انا وخصوص اخوه لما كنا ولد. بص يا دكتور، بص يا حاج. باشا. اقول ايه يا وليه؟ بص يا مسمزال، بص يا استاذ، بص يا صور يا استاذ اللي يهمك. أنا مش مصدقة يا هنيه. اتفرجوا يا بهايم، اتفرجوا يا جاموس، اتفرجوا. اهي اهو ولدي يا عيني عليك، كبدي يا عيني عليك. منيح. خصوص اخوي كمان
كان ضاجج على صدره نكش زي كده، انت ما شفتهوش؟ هتشوفه ازاي يا بني ادم انت؟ اخلصي يا وليه، اخلصي اللي قطع الحيطه واشرب من دمك، اخلصي. يا لهوي ما تحوش يا مش سامي. معقول يا اخي، ايه انت زودتها خالص، انت عايز ايه؟ يماي خفت انا منك عاد، اللي انا عايزه منك دلوقتي تورينا عبد جفاك وتنجر من هنا. يمشي ازاي؟ ده خطيبي والنهارده يوم خطوبتنا. وكمان بتقولها بالفم المليان، لابسه الملون وملطخه وجهك وخلقتك وفرحانه وهتتجوزي وانت ولد عمك مقتول. اولا ابن عمها ما ماتش مقتول، ابن عمها موت نفسه. لا ما حصلش، لا حصل. ما كانش يقدر يموت فرخه، خصوص اخوي مات مقتول وانا اللي هاخد بتاره. تاخد بطاره من مين؟ من اللي موته. مين اللي موته؟ هعرفه، ولحد ما اعرفه ما في الجوازه لا اقلبها لكم جنازه. قد اديت حنحنه بحلوح النيح قلع. لا النيح. انت فاكر نفسك ايه؟ وتقدر تعمل ايه؟ انا هبلغ البوليس حالا. ايه ولحد ما يجي البوليس هكون خلصت على العريس بتاعي. لا محدش يتحرك عشان خاطري، محدش يعمل حاجه. ايه للدرجه ده هتحبه؟ ما بتحبوش يا اخويا، بتكرهوا كره العمل. خلاص يا وليه، انت كلمتك عشان تتكلمي، خلاص خالص. طيب. وشوف اما اجلك، الحكومه قد الوكيت، الحكومه جات السنه الجايه هخلص على العريس قبل ما تيجي الحكومه، وهخلص عليك انتوا كمان. جات الحكومه ولا ما جاتش؟ وانا مالي ذنب ايه يا اخويا؟ انا مزاجي كده حد شريكي قد حنين حنحن بحلوح النيح قلاع منيح. ودلوقتي يا ولا للخلف دور. يعني ايه للخلف دور؟ عشان خاطري يا سامي للخلف ضر. حاضر يلا عشان خاطرك. ودلوقتي معتدى المارش وعلى الباب عدل، ومن الباب على بره، ومش عايزك تخط هنا خطوه واحده تاني. عشان خاطري يا سامي معلش. يلا 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 يلا، ما تمشيش مشي البهوات، تمشي لجعوا بره. استنى سامي، عاجبك كده؟ استنى بس، عاجبك اتهزى قدام البنت اللي بحبها، قدام خطيبتي، قدام الناس كلها؟ انا هبلغ البوليس. تعالى بس، بوليس ايه دلوقتي؟ هدي اعصابك كده وتعالى تفهم برواقه، لحسن الحكايه دي مش اللي هي. ودلوقتي مش عايز اشوف ولا شخص هنا. هعدي 1 2، بعد 2 ايه يا رجاله؟ 7. النيح 1 2 7، واللي هشوفه هطير رقبته. اسمك ايه يا ولد ابوي؟ عنتر. وطي يا عنتر، وطي يا اخوي ما تخافش، وطي ما تخافش، وطي يا عنتر ما تخافش. ايه منيح. وانت اسمك ايه؟ سعيد يا عمده. ايه سعيد. ايه وانت اسمك ايه يا اخوي؟ اسمي طلبه يا عمده. طلبه ولا مليحه طلبه؟ منجبان يا بلد الحبايب منجبان. ود الرهاين على المطبخ لغايه ما اصفي حسابي معاهم بعدين. انا حوليت يا رجاله. بقيت مليح. مليح. ايه يعني الدموع اللولي نزلت دلوقتي؟ يا ترى عيطت على خصوصك ده؟ خصوصي ما يستاهلش، خصوصي سرقني وعشان كده انتحر. خصوصي ما سرقش، عمره ما كان حرامي، خصوصي كان بيحبك. وانت شرفك. اخرسي يا وليه خالص، اخرسي خالص، ما تتكلميش ولا كلمه. وانا فتحت بقي. خصوصي كان بيبعت لي مكاتيب. انا مش مصدقاك. ايه يعني انا كذاب؟ لا يا اخويا اسم الله عليك، انت صادق. يا وليه اخرسي يا وليه، اخرسي اللي قطعك حتت دلوقتي. لو على ايه يا اخويا خلاص اهو. خصوص اخوي كان راجل طيب واتاكل في ملعوب، علشان كده انا اتدليت مصر مخصوص علشان اعرف الحقيقه. انا ما يهمنيش اعرف حاجه، انت تبعد عني وتسيبني في حالي. الكلام ده يا بنت ما يتقالش للخط. وشوف اما اقول لك، من هله ورايح مفيش خروج من باب البيت، الخروج ممنوع، دخول عريس ولا غيره ممنوع، ولحد ما اثبت الحقيقه واعرف كل حاجه ممنوع ممنوع ممنوع. حب على ايدي يا وليه. وماله يا اخويا هاتهم. بقول لك حب مش تلهطي. حاضر يا اخويا. منين؟ وبعدين يا مصر بيه، اعمل ايه؟ انا بحب نبيلة، بحبها فعلا. انا مش داخل دماغي حكايه الخط دي ابدا. انت متاكد ان خصوصي مات؟
قصدك ايه؟ انا عايزك تتاكد من الحكايه دي اولا قبل ما تفكر تعمل اي حاجه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حضرتك ايوه انا. طب تسمح دقيقة واحدة، عايزك على انفراد. أنا اللي دفعت الفلوس. ايوه عارف. صبي قال لي انك جاي عايزني. أيوه. بس بقول لك ايه من اولها، انا كرمتك في القتيل الاولاني، القتيل التاني بحبح ايدك شويه. لا إن شاء الله لو يبقى في تاني هكرمك. أنا دلوقتي في الهباب الأولاني. ايه ماله؟ حضرتك متأكد إنك أنت خلصت عليه؟ يعني انا نصاب يا فندم؟ لا 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 سمح الله، ما تزعلش، اقعد بس، اقعد. يعني أكيد حضرتك متأكد إنه خلص؟ بقول لك مخلص عليه بايديا دول ورميه في النيل. طب سؤال تاني، سعادتك طبعا عارف كل السفاحين، يعني عارفهم. العتاولة القدامى اعرفهم كلهم، لكن الجداد دول ما يلزمونيش. طب حضرتك تسمع عن واحد اسمه الخط؟ الخط؟ الخط خليفة الخط. يعني تعرفه؟ واتسجنت معاه في زنزانة واحدة. اوعى تكون عايزني اقتلهولك، ده قلبه ميت وملوش امان، ومفيش سفاح مننا يقدر عليه. اجيب لك شاي. على وين يا شاب؟ رايحة يا سيدي اشتري البتاع. ايه البتاع ايه اللي هتشتريه؟ خضار يعني؟ ايه انت؟ خلي عندك، احنا هنشتري اللي هم عايزينه. دي مفيش 5 دقايق، يعني فركة بتاع. قلت لك امشي يا بنت، احنا هنشتري اللي هم عايزينه. اجري امشي نجري من هنا، اساليهم هيدفعوا ايه. يلا نجري جري يا بتاعت البتاع. انت اديت حدوده تقول لا مليح. انا لا يمكن اسكت على كده ابدا يا بنتي، واحنا في ايدنا ايه نعمله؟ بس نبلغ البوليس. لا ايوه نبلغ البوليس يا بنتي. لا ده مجرم ويأذينا ويمكن ينفذ تعبيره مع سامي. البوليس يحمينا من 10 زيه. ولا انت عايزاني نفضل محبوسين كده؟ يا بنتي يا اختي. الو. ايوه الو سامي، انت فين يا سامي؟ كنت بسأل عن الخط ده، طلع اخطر قتال قتله فعلا. اسمع يا بلبل، انا خايف عليكي، خلي بالك من نفسك. لا 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 سيسيه، اوعي تنرفزيه. لا 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 بوليس ايه؟ بوليس ايه؟ انت عايزاه يتهور ويقتلك؟ امال نعمل ايه؟ مين قادر اشوفك ولا انت قادر تشوفني؟ يا سلام. مؤقتا بس يا بلبل، مؤقتا. لا لغايه ما الخط ده يزهق ولا يحل عننا ولا احنا نشوف له حل. لا بوليس لا، هيرجعوا تاني يفتحوا ملف خصوصي ويقولوا لك اختلاسات احنا ما صدقنا قفلنا على الصداع ده يا بلبل. كده طيب يا سامي، اللي تشوفه. مع السلامة، ابقى اطلبني بعدين. قالك ايه يا بنتي؟ مش عايزنا نبلغ البوليس. عاقل جدا، لكن انا عايزه اكلم مفتش المباحث. ليه بس يا بنتي ليه؟ نساله ناخد رايه، نشوف هيقول لنا ايه. نمرته كانت هنا يا اخواتي اهي. الو رشاد بيه؟ الو البتاعه اتقطعت، اكيد الخط قطع الخط. استني بس يا بلبل، استني. يا جدع انت، انا مش بعدت عن بنت عمك زي ما انت قلت لي. عايز مني ايه؟ خصوص اخوي ما كانش حرامي. لا ما تاخذنيش بقى في دي.
دي اثبتتها النيابه. بالمستندات اللي انت قدمتها. والله دي مستندات الشركه وانا مسؤول عن الشركه. وينها المستندات دي؟ هناك في النيابه في ملف القضيه. مفيش مستندات ملهاش صورة. هات الصور اللي عندك بدل ما تزعلني منك. والله المستندات دي مستندات الشركه وهتفضل هنا في خزنه الشركه الصغيره مهما حصل. ماشي كلامك.